فعل ما الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده. كيف ما كتعرفوا حنا مقبلين للعيد، لذا غادي نحضر معكم واحد الشكيلات ديال الصابلي اللي كيجيو راقيين في الشكل ديالهم وما كياخذوش منكم ابدا وقت. فقط خصكم تنظموا الطريقه اللي غتحضروا بها الصابلي وابدا ما غتحسوش انكم ضربتوا تماره فيه. وهذا الصابلي كيجي ناجح وكيجي كيذوب في الفم. لذا غادي نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. لتحضير الصابلي ضروري خصك تقسمي المهام ديالو باش هكا ما كيجيكش صعيب ولا كتحسي براسك راكي ضربتي فيه تماره. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نوجدوا الشكلاط. انا اختاريت هذا الشكل الاول. غادي نعمرو بالشوكولا السوداء. من بعد ما عمرتهم بالشوكولا غادي نحاول انني نقادهم وندخلهم الثلاجه باش انهم يجمدوا. وهذا هو الشكل الثاني اللي اختاريت، حتى هو كيجي زوين بزاف. غادي نعمرو بالشوكولا البيضاء. من بعد ما كنكونوا حيدنا علينا ليطاب الاولى وهي تحضير الشوكولا، دابا غادي ندوزو لتحضير العجين. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو للصابلي، غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده. غادي نضيف ليها 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر كلاصي اولا السكر الناعم. من بعد ما كنضيف السكر كلاصي غادي نحاول انني نخدمه جيدا مع الزبده بهذه الطريقه، يعني حتى كنحصل على واحد الخليط على شكل بوماد. دائما تنخدمه بالكف ديالي. من بعد غادي نضيف 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت النباتيه وغادي نزيد نخدمهم كذلك. من بعد غادي نضيف 2 ديال البيضات بحراره ديال المطبخ وغادي نزيد نخدمهم. من بعد غادي نضيف الروح ديال الفاني الخاصه ديال لي صابلي اللي غتلقاوها في المحلات الخاصه ديال الحلويات. كتعطي الصابلي واحد لذه رائعه، كيجي لذيذ بزاف. ممكن انكم ديروا النكهات اللي بغيتو. من بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا وغادي نجمع العجين ديالي. بطبيعه الحال العجينه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون يعني طريه، يعني تكون شاده في راسها هكا باش كيجيكم الصابلي ناجح. ما كنجمع العجين غادي نوضعها في كيس بلاستيكي وغادي نوضعها في الثلاجه باش كترتاح، ومن بعد باش غادي نرجعوا نخدموها. من بعد ما كيرتاح العجين كنوضعوه في كيس بلاستيكي وغادي نطلقها. من بعد ما كنطلق العجين غادي ناخذ هذا الطابع هذا ديال الشكل الاول وغادي نحاول انني نطبع العجين بهذه الطريقه. وضعت الصابلي ديالي فوق من لاطه اللي كنوضع عليها ورق ديال الزبده. من بعد ما وضعت الصابلي ديالي في اللاطه غادي ندخلو الفران اللي كنكون سخنته من قبل على عافيه مهيله وحتى كيتحمر من التحت، وعاد كنهبطو باش كيتحمر من الفوق. ومن بعد ما كنتهيو من ليطاب الثانيه وهي تحضير الصابلي، دابا غادي ندوزو باش غادي نزينوه. غادي نحتاج 2 معالق ديال الجليكوز اللي كنحاول انني نحيدهم بالقليل شويه. كنبلل يديا شويه بالماء وكنحاول نحيدهم من المعلقه بهذه الطريقه لانه كيصعب عليك انك تحيديه.
ومن بعد غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الناباج، وغادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال روح الفاني، وغادي نديروهم على عافيه مهيله باش غادي نلصقوا الصابلي ديالنا. كيف ما كتشاهدوا هنا لصقت الصابلي والشوكولا. المقادير اللي عطيتكم يعني ديال الصابلي كتخرج لكم 176 تقريبا حبه من كاع الشكيلات ديال لي صابلي. ممكن انك ديري فقط نصف المقادير. من بعد ما كنلصق الصابلي كيشط ليه خليط ما بين الناباج والجليكوز، غادي نضيف عليهم ملون غذائي في الاحمر، غادي نضيفوه حتى نتحصل على اللون الوردي اولا الغوز. واول شكل غادي نزين معكم كيف ما كتشوفوا الخليط اللي تحصلت عليه هو باللون الوردي. غادي نضيف القليل فقط، وغادي نضيف لهم الحبيبات التزيين اللي كيكونوا عند المحلات التجاريه ديال الحلويات بهذه الطريقه. اما الشكل الثاني اللي كنكون ديجا فيه الجليكوز، فقط كناخذ هذوك الحبيبات اللي هكاك يكونوا ملونين بهذا الشكل، وغادي نضيف ليهم البريون من الفوق باش كتعطي واحد اللمعان، وكيجي الشكيلات ديالنا يعني سامبل وبساط، وكيجيو زوينين في الشكل ديالهم والمنظر.